لا يلا ان احنا هنروح نصور. بص يا جماعه ركبنا القطور في اسكندريه. يلا بقى نعدي. مستني واحنا بنرجع. تحفة. واو بصوا الجبل مع المية مع السماء تحفة. وقت الغروب الساعة دلوقتي 4:30 بالظبط. يا جماعة بصوا القطة دي أنا لسه مأكلاها، كلت معايا كده. يا جماعة بصوا المنظر بجد خطير. لسه مخلصين فطار فبجد تحفة. يا جماعة بصوا القطة دي أنا لسه مأكلاها، كلت معايا كده. بصوا قاعدة بتعمل إيه؟ بتنضف مستشفى. عشان كانت كده. روحي بالهنا والشفا. يا جماعة ركبنا القطور في اسكندرية. بصوا أنا عايزة أوريكم الفيو. إحنا جايين بناخد جولة سريعة. جايين دلوقتي جايين في نفس المكان اللي انتوا سبتونا فيه. ركبنا ده بس احنا اصحابنا ما يعرفوش اصلا ان احنا ركبنا. ماشي خدنا جوله كده في حد القلعه ونلف ونرجع تاني. يلا بقى نعدي. مستنيينهم لما يجوا اهو. ايه ده هم واقفين هنا. طب يلا. لا يلا انا دلوقتي انا على. يا جماعه عايزه اوريكم المنظر من هنا خطير ازاي. احنا دلوقتي هنروح نتصور. ان احنا هنروح نتصور. بصوا المنظر والميه خطيره. واو حلوه قوي. احنا رايحين دلوقتي نتصور فتعالوا هنخش معاكم. بصوا انا عايزه اوريكم الميه هنا خطيره. ثانيه بس تحفه. تعالوا نلف بسرعه ننزل ولا ننط من هنا وخلاص. يا جماعه بصوا انا جبت الايس كريم ده من جيلاتي عبده. هو اولا الفليفرز بتاعته تقيله وطعمها حلو قوي فانا جبت 3 فليفرز. يا جماعه دي 30 جنيه. حلوه قوي قوي تحفه والله. بصوا اصلا الباك جراوند اللي ورايا. جبت فراوله حليب ومش فاكره ده قال لي عليه ايه. مانجا فطعمه كيوت قوي. معانا براح دلوقتي بتاع الزوزة. ماسكه كويس. انا عايزه اقول لكم ان بجد الفيو كان خطير. احنا كنا في جنب البحر، يعني انا مني للبحر على طول. جماعه الباص ده اختراع في اسكندريه، تبقوا بجد راكبين وماشيين بيه خطير. يا جماعه بما انكم عارفين ان انا رحت اسكندريه يوم فعايزه اوريكم المنظر اللي ورا. بجد حبوا المنظر معايا. ايه الجمال ده. واو بصوا الجبل مع الميه مع السماء عظيم. سبحان الله تحفه تحفه بجد جميل موت. يعني الواحد ممكن يجيب اكل ويقعد هنا ويشرب حاجه سخنه ويقعد اليوم كله. بجد نفسيته هتبقى 1000% احسن. واو يا جماعه بصوا المنظر من هنا عامل ازاي. اصلا كمان الموج بصوا لما بيخبط في الصخر بيبقى عامل ازاي. بيبقى حلو قوي. ودي اصلا ناس مجمعه كتير قوي هنا. بس انا عايزه اوريكم.
وفي ناس بتصطاد. انا عايزه اوريكم، بصوا في ناس بتصطاد هنا، فبجد الواحد ممكن يقعد هنا اصلا ينسى كل مشاكله وهمومه وكل حاجه. تحفه. وقت الغروب الساعه دلوقتي 4:30 بالظبط. تحفه تحفه تحفه. بصوا خطير. بصوا المنظر من ورايا. انا وقفت هنا وعملت لكم كام فيديو صغنن كده وريكم المكان بالظبط عامل ازاي. دلوقتي انا هرجع عشان المفروض هنروح خالد بن الوليد وهنشرب حاجه بعدين نتغدى نتمشى شويه قبل ما نركب القطر. بجد المكان تحفه، ف مستمتعه قوي بالموضوع، فيلا بينا. يا ريس احنا ام 300. لا احنا تقريبا قلنا 50 جنيه بس. 120 مش احنا سمعنا بيقول تقريبا كده يا امين؟ ايه؟ انا مش مرتاح بيقول كده، مش عارفه. هو قال كل واحد 20. بقول لك كده فاطمه قال كل واحد 20. احنا النص. ايوه خليها تشوف. وانا جايين مش انا بتكلم. انت عايزه تصورينا؟ جماعة الجو كان ساحر، المية كانت بجد نضيفة وجميلة والمركب كانت فظيعة، بس عمو كان سايق بسرعة شوية وعمال يحركها يمين وشمال قوي، فأنا كنت خايفة واعذروني على صوتي، أنا كان عندي برد رهيب، بس المركب كانت تحفة قوي. اتمشينا في شارع خالد بن الوليد، أكلنا أكلة سمك تحفة، ركبنا القطر 3 ساعات ونص، وصلنا القاهرة بالسلامة وهنا في محطة مصر، واليوم كان خطير.